على قدوم هذا الشهر العظيم أرسل رسالة لجميع إخواني أئمة خطباء مؤذنين المساجد في جميع المملكة العربية السعودية أن ينتبهوا للميكروفونات. هذه الميكروفونات التي وصلت إلى درجة الإزعاج للأحياء. في بعض الأحياء هناك بعض المساجد أصبحت مثار تساؤل توجه الوزارة لماذا تترك هذه الميكروفونات وبهذه الأصوات المرتفعة جدا. بالآخرين ترويع النائمين وترويع الأطفال وإقلاق المرضى والعجزة ونحو ذلك. لا نريد أن نتدخل تدخل قوي وبالإمكان ذلك. ولا أدري هل سمع صالح الفوزان بصخب هذه الموسيقى حتى يصدر لنا فتوى بمنعها، كما أصدر فتوى بمنع مكبرات الصوت في المساجد التي أزعجته زعما منه أنها مصيبة تؤذي الناس والمرضى والمصلين في البيوت والأسواق بسبب ضجيجها. فهل ستكون الموسيقى أقل ضجيجا من مكبرات المساجد؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، إنه صد علماء السلطة عن سبيل الله. وإذا رأيت أهل المجون في ديسكو جدة ومطاعمها وهم يتمايلون على أصوات تلك الموسيقى وكأنهم سكارى، وقد تناقلت وسائل الإعلام حالهم ذلك على القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى كل العالم، حسبتهم في مدينة الخطايا الأمريكية. عجبا كيف جعل الله أرض الحرمين الشريفين قبلة لتشريع الإسلام والتوحيد، فيقلبها ابن سلمان قبلة لتشريع الخطايا والوثنية. وكيف جعل الله الكعبة قبلة للمصلين فيقلبها ابن سلمان قبلة لصنم الحرية والمغنين. وكيف جعل الله الحج لتكفير الخطايا والسيئات فيقلبها ابن سلمان حجا لاقتراف الخطايا والمنكرات. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. كل ذلك تحت شعار الحرية، فنصبوا إله الحرية معبودا من دون الله، وزعموا أن ذلك سيكون مؤقتا وليس دائما. يذكرنا قولهم هذا بقول قريش لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. واقرأ عليهم قول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ها أنتم أتيتم بالمشرع الأكبر من دون الله لهذا الانفتاح، إنه تمثال الحرية، وأشهد الله أنه صنم الحرية ورب الحرية وإله الحرية الذي يعبدونه من دون الله، ولكن يسمونه بغير اسمه. فالصنم تمثال، والخمر مشروبات روحية، وعلى زجاجاتها مكتوب حلال، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، ولا يشربن ناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. رواه ابن حبان والترمذي.